تخيل ان اللقطه دي اتحسبت عليك اوفسايد في الدقيقه 2، في الدقيقه 63 وانت متقدم 1-0. شايف الكوره حتى بعد خروج الكوره من رجل بيزيرا، علاء ما كانش متساهل، كان موقف سليم جدا، كانت كوره سهله جدا نجيب جول. الحكم الراي الضعيف حسبها عليك اوفسايد. انت تخيل ان الكوره زي ديت كانت تطمنك بدري في الماتش وانت بتقدم 1-0 في الدقيقه 63 وانفراد صريح بالمرمى، وحكم الراي يحسبها اوفسايد. طبعا مفيش فار، فمفيش حد هيشيك على القرار، خلاص اتحسب اوفسايد، قرار نهائي. والحكم موقفه سليم كويس جدا، يعني يقدر يشوف اللعبه يعني احسن من اي فار كمان، ومع ذلك اتحسب اوفسايد. وده كان هيخلصها بكل سهوله. والكره الثانيه ناصر منسي معمول له كره طويله من الونش، برضه حكم الراي موقفه كويس جدا، الكره ما فيهاش اي حاجه، ومع ذلك اتحسبت اوفسايد. كان ناصر منسي هو وشيكوبانزا اللي وحدهم الجول، ناصر يقدر يخلصها او يباصي الجول والماتش يخلص وسهل جدا. لكن التحكيم الافريقي عليه علامات استفهام كبيره جدا 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 في توجيه المباراه. كذا تشيلسي الماتش اللي فات مع المصري كسب بفضيحه، والنهارده كان ممكن يكسب الزمالك برضه بفضيحه، او على الاقل حتى لو كان سجل التعادل كان هيصعد عادي جدا بسبب قرارات غير طبيعيه ومش مفهومه من حكام الرأي.